السلام عليكم ورحمة الله. أنا همس نادر President Team Globe Getters. ببساطة احنا تيم بيهتم إن هو يوفر high level education للستودنتس من كذا مرحلة عن طريق إن احنا بنعمل لهم sharing لل opportunities، وبنعمل sessions online و offline. واحدة من السيشنز الأونلاين اللي هي زي اللي معانا النهاردة فرح محمود. اتفضلي يا فرح، عرفينا بنفسك. السلام عليكم. أنا فرح محمود في جريد 11 في منوفية ستيم سكول، وأنا كنت ممبر في تيم نيفولا ستيم كرو اللي كان واخد مركز ثالث وكان جلوبال نوميني في ناسا شبين الكوم. ودلوقتي هتكلم عن ناسا سبيس أبس وإيه النظام فيها وإزاي إحنا قدرنا ناخد مركز ثالث. اول حاجه كده اللي مش عارف، ناسا سبيس ابس هو تشالنج المفروض على مستوى العالم كله، بيبقى فيه هاكاثونز كتير في كل دول العالم تقريبا. وان المفروض ان هي المسابقه نفسها بتقعد يومين، وان احنا وقتها بنقدر ناخد اي داتا من الداتابيس بتاعت ناسا عشان نقدر نعمل الويب سايتس والابليكيشنز وكده، عشان المعلومات كلها تبقى صحيحه وما يبقاش فيها اي خطأ وكده. والتشالنجز عامة اللي بتبقى محطوطة في المسابقة وكده، بيبقى في خبراء من الناس هم اللي بيبقوا حاطينها. والبروجكتس نفسها ممكن تبقى متقدمة في هيئة مثلا applications وفيجوالز، وممكن مثلا ويب سايتس وحاجات من دي. والسيزون الجديد اللي هو ان شاء الله في 2025 السنة دي هيبتدي 4 اكتوبر، وهيبقى يوم على يومين، 4 اكتوبر و5 اكتوبر. بالنسبة بقى ل 2024 والتشالنجز بتاعتها وكده، دي كانت كل التشالنجز الموجودة. وكان في تشالنج الاكزوسكي اللي احنا كنا مقدمين بيه، وفي برضو اوبشن ان انتوا تعملوا كرييت للتشالنج انتوا اللي تحلوه كده. بس الفكرة دي انا مفضلهاش لسبب، لان يعني هما ما بيبقوش معترفين بالتشالنجز اللي اي حد بيخترعها، هما ما بيبقوش معترفين الا بالتشالنج اللي هما اللي بيبقوا حاطينها. يعني مهما كان حتى التشالنج كويس او كده، ويعني واللي هو يعني بيبقى اللي هو كرييتيف، بس هما برضو ما بيبقوش معترفين بيه. وده اللينك فيه تشالنجز كتير جدا غير دول، يعني هو مش مقتصر على التمانية دول بس. وبالنسبة لللوكال ايفنتس اللي موجودة في مصر، مصر حرفيا مليانة، يعني أي مكان هتلاقوا فيه هاكاثون لناسا. في القاهرة طبعا، وفي الجيزة، وكان في شبين الكوم اللي أنا كنت فيه. وبالنسبة لللينك اللي تحت ده في الفايبس بتاعت الهاكاثون نفسه، بيبقى فيه مثلا المكان بتاعه بيبقى معمول فين في المحافظة نفسها. وبيبقى فيه موجود صور وكده للهاكاثون مثلا والشغل وكده. يعني ان شاء الله لما الويب سايت يفتح والتقديم يفتح، هتلاقوهم نزلوا الصور بتاعت 2024 ايام ما كنا احنا بنشتغل وكده. بالنسبة بقى للتشالنج بتاع الاكزوسكي اللي انا كنت مقدمة فيه وكده، عشان ده عامة كان أكتر حاجة أعرف عنها، عشان يعني ده اللي احنا كنا مركزين عليه أكتر وكده. المفروض إن احنا بيبقى فيه زي إن احنا نعمل ابلكيشن وكده، واللي هو يوضح شكل السماء مثلا من على اكزو بلانت. طب قبل مثلا ما نتكلم مثلا ونخش في الموضوع أكتر، يعني ايه اكزو بلانت؟ عامة هو مقسوم كلمتين يعني أو نصين، يعني اكزو وبلانت. بلانت معروف عامة اللي هو كوكب، واكزو خارجي. فاكزو بلانت على بعض ده كوكب خارجي، والكوكب الخارجي ده بيبقى كوكب بره المجموعة الشمسية، وبيبقى ليه نجم خاص بيه بيدور حواليه، وهكذا يعني بيبقى منفصل خالص عن المجموعة الشمسية. فاحنا بنيجي على الاكزوبلانت ده نفسه، حابين مثلا نشوف شكل السماء بالليل مثلا بيبقى عامل ازاي والكائنات اللي فيه وكده. فكان في المين فيتشرز بتاعت الاكزوسكي تشالنج ان احنا نختار اكزوبلانت من ناسا اكزوبلانت ارشيف. وده كان بيبقى محطوط في الداتابيس بتاعت ناسا، وبتبقى موجودة في الريسورسز على الويب سايت بتاع ناسا سبيس ابس. بس هو حاليا مش موجود، وان شاء الله لما التقديم يفتح بيحطوا الحاجات دي كلها. وان احنا نستخدم حاجة اسمها ستار كاتالوج. والمفروض ان احنا نحسب مثلا المسافات بين الكواكب دي وكده، ونشوف مثلا عدد النجوم هناك قد ايه في المجرة دي نفسها وكده. وان احنا نعمل حاجة فيجوال للسما هناك زي الستار ماب. والستار ماب الماب دي عامة بتبقى اللي هو ستاتيك وكده، واللي هو بتوري شكل السما وكده، شبه الباك جراوند عامة اللي احنا عاملين عليها البرزنتيشن دي. وفي برضو interactive sky chart، ده بقى اللي هو ايه، ده مثلا بينفع اكتر على الويب او الموبايل.
اللي هو بيخلي الواحد مثلا يقدر يعني اللي هو ايه يتخيلها مثلا كأنها 3D، ويفضل يسحب مثلا بالسهم او كده ويلف حوالين السكاي كلها ويشوف السما نفسها عامل ازاي. وفي في ار 3D سكاي، ده اللي هو الفيجوال رياليتي، ده برضو عامل شبه الانتراكتيف سكاي تشارت. كان في حاجة برضو اللي هما الاوبشنال انهانسمنت، ودي حاجات احنا كنا عملناها وحاولنا نمشي عليها بقدر الامكان بحيث ان احنا نقدر ناخد مركز. يعني لو احنا ما كناش عملناها، هو يعني كان كده كده البروجكت بتاعنا هيتقبل، بس ما كانش فيه نسبة يعني ما كانش هيبقى فيه اللي هو ايه زي نسبة كبيرة ان احنا مثلا ناخد مركز وكده. فاحنا اول حاجة عملنا خلينا اليوزرز مثلا اللي هو يعرفوا مثلا يرسموا مثلا شكل الكونستليشنز نفسها اللي موجودة، ويعرفوا اساميها وكده. الكونستليشنز دي عامة اللي هو بيبقى زي تجمع من النجوم وكده، ودي مثلا بيبقى ليها أشكال كتير. في واحدة بتبقى مثلا ايه على شكل مثلا دب، مثلا على شكل قطة وكده، يعني بتبقى عاملة أشكال لذيذة قوي في السماء وبيبقى منظرها حلو. وشو الستار داتا، ده بقى اللي احنا كنا ركزنا عليه جامد، وكنا كتبنا اهم حاجة اسمها طبعا، ولونها، والمسافة ما بينها وما بين الارض قد ايه، ولما بندوس على الستار دي نفسها او الاكزو بلانيت نفسه. وفي اد اوفر لايرز زي الجريدز والكوردينيتس سيستمز، وده برضو اللي هو حاجة عاملة شبه ايه ان هو بيعرفنا برضو مثلا المسافة ما بين الكوكب ده والارض وكده. allow changes in planet orientation، دي برضو اللي هو مثلا ايه انت مثلا قدامك الكوكب نفسه دلوقتي في هيئة حاجة 3D وكده، فانت برضو بتقوم ماسكه زي بسهم كده وتقعد تلف حواليه وتشوفه مثلا من الجهة الفلانية عامل ازاي وشكله عامل ايه وهكذا. واهم حاجه برضو ان هو يبقى adapt for different student levels اللي هو البيزك والادفانسد، لان في ناس ما بتعرفش تستخدم الويب سايتس وكده، فلازم الويب سايت ده يكون اللي هو بسيط ان هو يناسب حتى الناس البيزك اللي يعرفوا الحاجات اللي هي البيزك بس وكده عشان يبقى مناسب ليهم. ودي الشهادات اللي احنا كنا واخدينها في المسابقه نفسها، دي كانت شهادات التيم، ودي كانت الشهاده بتاعه الممبر بس وكده. بس كده انا خلصت. واو جميل. طيب ممكن بقى تكلمينا عن يعني اكتر التشالنج اللي انت اخترتيه انت والتيم بتاعك والدنيا كانت ماشيه معاك ازاي، الستيجز بتاعت المسابقه نفسها والكلام ده كله. ماشي. عامة هو بالنسبة للمسابقة نفسها هما زي ما أنا قلت هما كانوا يومين، والاتنين كانوا أوفلاين. في هاكاثونز ممكن تبقى مثلا أونلاين شبه بتاع اسكندرية كان فيه الاتنين، كان فيه الأونلاين وكان فيه الأوفلاين. احنا دخلنا في هاكاثون شبين، وهاكاثون شبين ده كان هاكاثون أوفلاين بس، فاضطرينا كلنا إن احنا ننزل ونحضر الهاكاثون كله وكده. اول يوم عامه كان كله شغل، وكان مثلا هو طبعا من قبل المسابقه كلها واحنا شغالين على البروجكت ده وكده. بس الفكره ان هم مثلا ايه بيبقى في ناس بيبقى ليهم مثلا في الويب ديفلوبمنت، مثلا في اليو اي واليو اكس والحاجات دي كلها، فكانوا بيساعدونا مثلا لو كان في مشكله واجهتنا. ده بالنسبه لاول يوم كله كان كله شغل وكده. تاني يوم كان مثلا لو في اي حاجه بسيطه مثلا بنعدلها، وكان في اخر اليوم خالص كنا عملنا برزنتيشن وكده. عامه انا كان معايا البرزنتيشن دلوقتي ممكن مثلا اعرضها. اوكي جميل، ممكن تعرضيها فعلا. هي دي البرزنتيشن اللي احنا كنا شغالين عليها، التيم بتاعنا نبولا ستيم كرو. وهنا كان في ايه، ده كان فيديو موضح للاكزوسكي تشالنج وكده، وكان مطلوب مننا ان احنا نعمل فيه ايه سريعا. ده بقى اللي كان بيتكلم عن التكنولوجي behind our ويب سايت، وان احنا ازاي قدرنا نجمع الداتا وكده. هو الداتا زي ما انا قلت بتبقى محطوطة في الناسا داتابيس، ونقدر ناخد منها اي حاجة، وبيبقى فيها كل حاجة حرفيا متعلقة بكل التشالنجز، وبتبقى كفاية جدا ان احنا نستخدمها. وبرضو استخدمنا زي ويب سايت اسمه فيجما، وده كان ساعدنا جدا ان احنا نعمل اليو اكس واليو اي بتاع الويب سايت نفسه. وبرضو
استخدمنا صور وكده برضو، الناسا داتابيز برضو كان فيه صور، ما كانش فيه معلومات بس. فالصور دي برضو احنا خدناها وحطيناها في الويب سايت بتاعنا واستخدمناها وعملنا فيها زي اللي هو ايه، يبقى مثلا يبقى حاجة انتراكتيف مثلا مع اليوزر وكده. ده كان الويب سايت بتاعنا ده during development. والاسهم دي عامه كانت بتشير ان احنا مثلا لما ندوس او نعمل كليك على جزء معين يقوم مودينا مثلا على حته معينه مثلا في الويب سايت نفسه. ده كان وقت ما كنا بنعمل development يعني. وده كان بعد ما عملنا development وخلصناه وكده وكان الشكل النهائي. وعامه برضو اقدر اعرضه، بس اخلص البرزنتيشن دي الاول. هنا بقى اليوزر اكسبيرينس، او ايه الحاجه اليوزر اللي كان يقدر يعملها. اليوزر كان يقدر يعمل استكشاف للاكزو بلانيتس دي، وان هو يشوف شكلها عامل ازاي ومثلا بعدها عن الارض قد ايه. وبرضه كان يقدر يتخيل نفسه مثلا واقف على الكوكب ده نفسه، ويقدر يشوف السماء من فوق عامله ازاي. وكان في الستار مابينج ده كان اللي هو بيخلينا مثلا نقدر نكليك مثلا على بلانت معين فيقوم يظهر لنا مثلا انفورميشن معينة عنه وكده. ويقدر يورينا مثلا الستارز حواليه بتبقى عاملة ازاي، وكوكب الأرض شكله من بعد بيبقى عامل ازاي وكده. وفي حاجة برضو كانت لذيذة جدا، ان احنا نقدر نعمل كرييت لالين سبيشيز. ده كان بيبقى معتمد على البيئة بتاعة الكوكب نفسه. يعني مثلا لو كانت البيئة بتاعة الكوكب كانت مثلا من الجو بارد وكده، فكنا نقدر نخلي اليوزر يعمل الين مثلا، ممكن بفرو، ممكن بريش مثلا اللي هو يحميه من البرد وكده. وممكن برضو لو كان الكوكب مثلا درجة الحرارة فيه عالية، كان ممكن اللي هو يحط له مثلا اللي هو زي جلد وكده يخليه، يعني اللي هو يمتص الرطوبة من الجو وكده، ويخليه محافظ على رطوبته وما ما يحسش بأي حر خالص. وكان في interactive elements، اللي هو مثلا ايه، ساعات مثلا يبقى في يشوف مثلا اللي هو الشهب في السماء وهي بتتحرك وكده، وهكذا. الفكرة احنا ليه عملنا حاجة شبه كده، هو الفكرة ان احنا اصلا كنا معتمدين في الويب بتاعنا على ان هو يبقى فيجوال اكتر من ان هو يبقى فيه كلام كتير وكده. اعتمدنا على ده بسبب ان معروف يعني ان الحاجة الفيجوال الواحد بيقدر يفتكرها اكتر بكتير من ان هي تبقى حاجة مكتوبة. ف يعني مسكنا البوينت دي واعتمدنا عليها جامد يعني وكده. ودول كانوا افراد التيم بتوعنا، كلنا كنا جريد 11 عامه. ده محمد محمود ستيم بني سويف، وحبيبه ستيم عادي، ومنة الله ياسر ستيم اكتوبر الحي 11. ودي كانت الاند بتاعت البرزنتيشن بتاعتنا. اقدر افتح دلوقتي الويب سايت. ده كان الويب سايت عامه بتاعنا، كنا مسمينه برضو باسم التيم. وهنا دلوقتي كان بندوس كليك تو اوبن، فهنا يقوم فاتح لنا الويب سايت نفسه. هنا الاسم اكزو بلانتس، وانا حطيت لنا ليست في الاكزو بلانتس نفسها نقدر نختار اي واحد منهم نعرف عنه معلومه. زي مثلا ان احنا نختار كيبلر ده. فهو دلوقتي جايب لنا تو اوبشنز، يا اما ان احنا know about كيبلر نعرف معلومات عنه، او يا اما create your alien. فاحنا هنبتدي بده الاول. طيب. تمام، هي دي كل المعلومات عنه. هو هنا ده الدايمتر بتاعه حوالي 895 ألف ميل. وطول اليوم كله حوالي ستة أيام من الأيام بتاعت كوكب الأرض يعني وكده. والحرارة فيه حوالي 5469 كلفن. تمام. ودي بعض المعلومات عنه. لو حبينا مثلا نتنقل على كوكب تاني فكنا بندوس عليه مثلا كده. هو هنا برضو نفس الحكاية ان هو know about دروجر مثلا او الكريت الالين، فبرضو ندوس هنا يعرفنا برضو نفس المعلومات عنه وكده. نيجي للجزء بتاع الكريت الين. ده كان الويب سايت نفسه. لما كنا بندوس عامة على create your alien كان المفروض بيفتح الويب سايت ده. ده مثلا المفروض ان هو بني ادم وكده، فاحنا مثلا هنشوف هو مثلا عايش مثلا على كوكب ايه وكده، ونقدر نشكله ونقدر يعني اللي هو نظبطه زي ما احنا عايزينه وكده. فمثلا سي ان انا هختار دي كده، وبقى شكله عامل كده عامة يعني. وفي اوبشنز لذيذة برضو.
في نظارات وفي كل حاجة عامة. ماشي، انا كده خلصت يعتبر برضه. طيب بما ان انتي والتيم بتاعك يعني ما شاء الله تأهلتوا جلوبال وكده، فشايفة كان ايه المميز يعني فيكم ان هو يخليكم ان انتوا تتأهلوا جلوبال او ميزكم عن اي تيم تاني او كده؟ او ايه اللي ممكن يوقع تيم عامة وينجح تيم؟ وكان ايه اكتر حاجة ممكن يتركز عليها في التحكيم؟ هو عامة أكتر حاجة ممكن يتركز عليها في التحكيم حتة البرزنتيشن نفسه والبرزنتيشن سكيلز، وإن انتوا توضحوا الفكرة نفسها أكتر من إن انتوا مثلا تبقوا شغالين. يعني مثلا ممكن يبقى في تيم مثلا عامل شغل مثلا ما حصلش والدنيا تبقى لذيذة، بس ما يعرفوش يعملوا برزنتيشن، فبالتالي ده يوقعهم في التقييم وكده وما يقدروش يجيبوا مركز. احنا اهتمينا بالجزئين عامة، اهتمينا بجزء ان احنا نخلي الويب سايت ادفانسد على قد ما نقدر، وفي نفس الوقت اهتمينا بالبرزنتيشن نفسه. واصلا ساعات بيبقى فيه مقيمين ما بيبقوش عارفين التشالنج نفسه بيبقى بيتكلم عن ايه، فعشان كده احنا في الاول كنا حاطين اللي هو زي فيديو صغير او كده او انترو صغيره بتتكلم عن التشالنج نفسه واحنا عملنا ايه عشان نحل التشالنج ده. وبرضو اهتمينا بحتة ان احنا نستخدم ال other enhancements دي، عامة كلها بتبقى موجودة اصلا في الويب سايت بتاع ناسا، بيبقى موجود التشالنج كله عايز ايه، وبيبقى موجود المين requirements اللي هي بتبقى اساسية ولازم ما ينفعش ان احنا مثلا في بوينت منها تقع مننا، عشان لو بوينت منها وقعت مننا فخلاص فاحنا كده يعتبر نوعا ما اوت. وبالنسبة للأذر انهانسمنت أنا زي ما قلت برضو احنا يعني ممكن ما نمشيش عليها عادي، بس دي يفضل ان احنا نمشي عليها عشان يعني اللي هو ايه بتحسن من الشغل اكتر، وبتخلي اللي قدامنا يحس ان احنا بروفيشنال فعلا في الشغل. وبرضه حوار البرزنتيشن حاولنا بقدر الامكان ان احنا نخلي البرزنتيشن برضه شكلها بروفيشنال، وان هي تبقى محتوية على كل حاجة، وفي نفس الوقت يعني اللي هو تبقى ملخصة برضه. واحنا بنبريزنت احنا كان ممكن عادي نبريزنت بالعربي وبالانجلش مش فارق، بس احنا عامه فضلنا ان احنا نبريزنت بالعربي عشان اللي قدامنا يبقى الفكره تبقى واصله له اكتر، ويبقى فاهم احنا بنتكلم عن ايه وكده. وكذلك البرزنتيشن برضو بالعربي بيبقى اسهل بكتير من الانجليش، الواحد حتى لو في حاجه وقعت منه في النص وكده بيعرف يرتجل برضو. يلا السؤال اللي بعده. اوكي طيب بالنسبة لان انتوا كتيم كنتوا مقسمين الدنيا ما بينكم ازاي؟ او كنت مختارة مثلا الممبرز اللي معاكي في التيم يبقى كل واحد الرول بتاعه ايه بالظبط؟ عامة هو كان في كذا حاجة، كان في أول حاجة الديزاين بتاع البرزنتيشن نفسه، وكان في الديزاين بتاع اليو اكس واليو اي، وكان في الكولكشن بتاع الداتا، وكان بس يعني ده اللي كان موجود. فبالنسبة للديزاين بتاع البرزنتيشن فأنا كنت ماسكاه عشان أنا كنت بحب حوار الديزايننج قوي وكده، ووقتها ما كانش عندي خبرة كفاية ان انا اشتغل على اليو اكس واليو اي بتاع الويب سايت وكده. فلما فبالنسبة بقى للجزء التاني بتاع الويب سايت وكده والديزايننج بتاعه، فمحمد ومنى هما اللي اشتغلوا عليه عشان هما كان عندهم خبرة اكتر مني في الحوار ده. وبالنسبة للكولكتنج الداتا كان الجزء بتاع الداتا كان كبير جدا، فحبيبة كانت متولية الجزء ده، وانا كنت بساعدها طبعا فيه، لان برضو الديزاين بتاع البرزنتيشن هو مش حاجة اللي هو كبيرة لدرجة ان مثلا ان هي تاخد اهمية كبيرة، بس في نفس الوقت هي محتاجة شغل برضو جامد. فانا يعني بعد ما خلصت الجزء بتاع البرزنتيشن كنت بساعد حبيبة في حوار الكولكشن بتاع الداتا وكده. وعامة أهم حاجة في الشغل نفسه حوار إن انتوا تبقوا مقسمين الدنيا، وتبقوا عارفين مين هيعمل ايه وتبقوا حاطين بلان اصلا من الاول. يعني هو مش دايما البلان مثلا هتمشي صح وكده، ساعات هيبقى في حاجات تخلف البلان دي، بس لازم تبقى محطوطة عشان الواحد يبقى عارف دنيته وعارف هيمشي ازاي هيعمل ايه ويبقى مرتب دنيته برضه. يلا السؤال اللي بعده. طيب بالنسبة للدنيا اللي انتوا كنتوا يعني بقى احنا كل ده كنا بنتكلم في الوقت بتاع الهاكاثون نفسه والفترة بتاعت البرزنتيشن ومش عارف ايه وكده، كنتوا ازاي بقى شغالين من الفترة اللي قبلها يعني كاستعداد للمسابقة او كده؟ عامة أنا ما كنتش دخلت ناسا قبل كده، فأنا كنت قعدت أسرش عنها كتير وأعرف عنها، وكان في تيم معانا في المدرسة كانوا مشتركين وكده. هم ما كانوش واخدين مركز، بس عامة حاولت أخد من خبرتهم على قد ما أقدر. وبرضو كذلك نفس الممبرز بتوع التيم بتوعي برضو كانوا عملوا نفس الحاجات دي. وبالنسبة للويب سايت احنا كنا بدأنا عليه شغل من فترة، كان حوالي فترة شهرين مثلا أو كده، عشان يطلع بنفس الشكل اللي هو طالع عليه دلوقتي.
ويستحسن عامة ان الواحد قبل ما يدخلها يبقى محضر مثلا هو هيشتغل على ايه، عشان بس يا دوب يوم اليومين بتوع الهاكاثون يبقوا بس لو في اي حاجة بس بسيطة حابين يعدلوا عليها او كده. لان برضو انا كان في تيمات كانوا شغالين شغل كويس، وبس اللي كان موقعهم ان هما كان في بس تريكس صغيرة كانت واقعة منهم. عشان هما يعني كنت تعرف ناس كانوا اول يوم شغل ليهم كان يوم الهاكاثون نفسه، وده غلط طبعا. يعني لازم اي مسابقة لازم الواحد يبقى مستعد ليها من قبلها وكده، عشان يعرف مثلا ايه لو في مثلا اي غلطة او كده يلحق يعدلها. لكن لو كل حاجة اتكربست فوق بعضها الواحد مش هيعرف يحل اي مشكلة، هيبقى في مشاكل كتير جدا. يلا السؤال اللي بعده. اوكي، احنا كده يعتبر خلصنا الأسئلة بتاعتنا. عندك اي مثلا تبس او اي نوت عايزة تديها قبل ما نخلص نقفل السيشن يعني؟ هو عامة بالنسبة مثلا لو هتختاروا تيم، ما تقولوش مثلا ايه ان احنا مثلا نختار صحابنا او كده يبقوا معانا في التيم او كده. يعني انا احب اقول لكم اصلا ان احنا كممبرز التيم احنا كنا كلنا اول مرة نشتغل مع بعض، ما كانش حد فينا دخل مع التاني قبل كده. يعني احنا نعرف بعض وزمايل وكده، بس كانت اول مرة نشتغل مع بعض. فلما تحبوا تيجوا تشتغلوا يعني ما تقولوش مثلا دول صحابي وكده مثلا ممكن نشتغل معاهم، الا مثلا في كيس واحدة لو هما كانوا فعلا بروفيشنال مثلا وقد الشغل او كده. ثانيا شوفوا انتوا هتشتغلوا في ايه. يعني مثلا احنا لما جينا نقسم الشغل احنا كنا نشتغل في ديزاين برزنتيشن وديزاين ويب سايت وكولكتنج داتا. فاحنا كنا بنشوف لازم اقل حاجة ان يبقى في واحد بروفيشنال في حاجة منهم، وان هو يقدر مثلا يعمل حاجة شبه دي عشان ما يبقاش ناقصنا حاجة. يعني مثلا لما كنا بنقسم التيم، حظنا ان احنا كان في حد فينا عارف يعمل كولكتنج للداتا، وحد فينا كان عارف يعمل ديزاين، وحد فينا كان عارف يعمل ديزاين بتاع الويب سايت نفسه. فدي كانت حاجة كويسة. فعشان لما جينا قسمنا ما كناش لقينا مشكلة. فانتوا لازم الممبرز بتوع التيم يبقى فيهم حد قادر ان هو يعمل حاجة من الحاجات دي، عشان ايه؟ عشان ما يبقاش مثلا في حد فيكم مثلا ناقصه حاجة ومثلا تواجهوا مشكلة. يعني مثلا ما ينفعش تبقوا مثلا داخلين تشالنج مثلا، طالب ان انتوا تعملوا ويب ديفلوبمنت وكده، وما يبقاش ولا حد فيكم في التيم عارف اي حاجة عن الويب ديفلوبمنت. لازم اقل شيء ممبر واحد حتى على الاقل يبقى عارف حاجة شبه دي. وبس عامة. وتاني حاجة برضو صحيح، أنا أكدت عليها عامة في الأول بس برضو بأكد عليها تاني. حوار التشالنجز وانتوا بتختاروا ما حدش يختار إن هو يعمل كريت للأون تشالنج، عشان زي ما قلت لكم مش ما بيعترفوش بيهم، وبيشوفوها ان هو لا يعني ما فيش تشالنجز غير اللي الناس حطتها، غير كده مش تشالنج. يعني لان برضو كان في تيم صحابي وما كانوا شغالين على البروجكت وحرفيا كانوا تعبانين عليه، وكانوا قاعدين يجي 3 4 شهور شغالين عليه، وفي الاخر ما خدوش مركز ولا خدوا اي حاجة عشان هم ما كانوا مختارين اون تشالنج ليهم هم، وما كانوش مختارين من التشالنجز اللي كانت موجودة. وبس كده. اوكي طيب، سؤال اخير بقى، ودي حاجه انا نفسي انا كنت بسمعها. هو لو انتي تعرفي مثلا صحابك شاركوا في ناسا بس مثلا يعني برانش مختلف مثلا في القاهره او كده، انا كنت بسمعهم دايما بيقولوا ان هو مثلا لا ده القاهره احسن، مش عارفه من ايه، لا بلاش تشاركوا هنا، ده مثلا الاورجنايزيشن بتاعهم وحش. فيعني لو انتي ليكي نولج عن الحتت التانية، شايفه ان هو هتفرق فعلا الحوار ده، ولا هو فعلا ليه علاقه بشغلكم وكده وحوار الاورجنايزنج او كده ملوش علاقة قوي؟ يعني مش الحاجة اللي هي تخليني مثلا اسافر اروح احضر في حتة معينة او كده. هو عامة مش شايفة انه في فرق قوي، لان اصلا هم كلهم بيعتبر نفس الحاجة، والتحكيم اصلا كله بيبقى اونلاين، ونفس المحكمين اللي بيحكموا في مثلا في كايرو هم نفسهم اللي بيحكموا مثلا في شبين مثلا او كده. يعني مثلا بصي هقولك، احنا كان في التحكيم اللي هو الاوفلاين الاول لما كان تاني يوم في الهاكاثون لما رحنا نتحكم وكده. دول ماشي اوكي. هو في ناس منهم ساعات بيبقوا كويسين وناس بيبقوا رخمين، وعامة دي بتبقى في كل حتة، ما بتبقاش مثلا مقتصرة على هاكاثون معين او كده. بالنسبة بقى بعد ما بنخلص تحكيم خالص، بيبقى جايبين لنا في الويب سايت نفسه بتاع ناسا ان احنا نملى البيانات بتاعتنا ونحط البرزنتيشن بتاعتنا والويب سايت وكل حاجة. وده بقى بيتحكم اونلاين. وعامة زي ما قلت لك اللي بيبقوا ماسكين الجادج بتاع الاونلاين بيبقوا نفس الاشخاص يعتبر. فهي ما بتفرقش. هو بس مثلا ممكن اللي بيفرق في كايرو مثلا عن اي حتة تانية، الهاكاثون بتاع كايرو يعتبر اقدمهم،
ويعتبر اكبرهم يعني، والامكانيات فيه كويسه وكده وكل حاجه. بس عامه بتاع شيبي ما كانش وحش، هو كان كويس، لان اصلا هو كان معمول في كليه ذكاء اصطناعي، وكان في ناس اصلا من الكليه كانوا بيساعدونا، فكانت تعتبر حاجه كويسه. هو بس ممكن الحاجة العيب الوحيد اللي أنا شايفاه في الهاكاثون بتاع القاهرة، إن بيبقى في ناس بيبقوا من الجامعة وكده، وبيبقى أصلا تخصصهم إن هما مثلا إيه، شغالين على ويب أصلا، أو شغالين ديزايننج ويب سايتس، أي حاجة من الحاجات دي. فأصلا بما إن ده بيبقى تخصصهم، فهم لازم يبقوا بروفيشنال فيه. فأغلب اللي بيكسبوا أصلا بيبقوا اصلا من بتوع الجامعه، يعني نادرا قوي ما هتلاقي حد من بتوع المدرسه مثلا واخد مركز على كايرو، على الهاكاثون بتاع كايرو يعني وكده. فانا شايفاها الصراحه يعني حته ان الواحد يتمرمط وكده ويروح من حته لحته، فلا. يعني انا اصلا في الاول كنت قبل ما احضر مع التيم ده وكده، كنت حاضره مع التيم في الاول. احنا التيم بتاعنا ده كان كل حد فينا من حته شكل، ناس من القاهره، على ناس من اسوان، على ناس من بني سويف. فكنا في الاخر رسينا في الاخر على ان احنا نحضر الهاكاثون بتاع بني سويف. بس بالنسبه ان انا من المنوفيه والهاكاثون في بني سويف، فكان بعيد قوي عليا موت وان انا احضر ده كله، وفي الاخر مش عارفه هل انا هاخد مركز ولا لا. يعني هو بعيدا مثلا عن انها اكسبيرينس كويسه وان انا هقابل صحابي مثلا واتعرف على ناس جديده وكده، بس لا، بس انا ممكن يعني اكسب الاكسبيرينس دي مثلا من حته تانية في مكان اقرب مثلا واحسن وكده. فانا اصلا عشان كده برضو اشتركنا في الهاكاثون بتاع شبين، واصلا كده كده يعني بعد بقى مثلا ما فركشنا التيم ده كله، واخترت التيم التاني ده اللي انا كنت فيه، قعدت اتفقت معاهم. عامه هم كانوا كلهم من القاهره. طيب بما ان الصوت قطع والميتنج قطع علينا، انت كنت بتتكلمي على ان التيم بتاعك كله اللي هو ان انت معاه حاليا ان هو كلهم من القاهرة. اه هم كلهم كانوا من القاهرة، فبالتالي هو أي هاكاثون عامة هم كانوا هيقدموا فيه مهما كان بعيد، هو ستيل برضو كان هيفضل قريب مني، عشان هم أصلا برضو في واحدة أصلا من التيم عندنا، بابا ما كانش هيوافق لها إنها يعني تقدم في حتة بعيدة وكده وسفر بعيد. فكنا محكومين عامة يا نقدم في القاهرة يا في الجيزة، يعني حاجة في نطاق الدلتا عامة. فرسينا في الآخر على إن احنا نقدم في شبين، عشان بتاع القاهرة بيبقى تو ماتش زحمة وكده، وزي ما قلت على حوار الطلاب بتوع الجامعة وكده. ف يعني ما كناش عايزين برضو نتحط في منافسة مع ناس مثلا أكبر مننا، يعني اللي هو على الأقل مثلا في شبين هو كان الهاكاثون برضو كان معمول في كلية ذكاء اصطناعي وكده. بس الفكرة يعني هو كان في طلاب برضو من الجامعة كانوا مشتركين معانا وكده، بس كان عددهم قليل قوي مقارنة بطلاب المدارس اللي كانوا موجودين. وفي الآخر أصلا السبع مراكز اللي كانوا جلوبال نومينيز أصلا كانوا كلهم طلاب مدارس، ما كانش حد فيهم في الجامعة في الآخر يعني. اوكي جميل. انا يعتبر خلصت وكنت مبسوطة بصراحة ان انت معانا النهاردة، وبجد وأنا أكتر شكرا على والله. الحاجات الجميلة اللي انت قلتيها والتبس المهمة ديت بصراحة. وبس يعني شوفي لو عفوا على ايه حابة بس. تقولي اي حاجة. لا انا اوكي. كده طب خلصت كل اللي اقوله. اوكي تمام، باي.